يابا هاي اسهل واطيب كيكه بركانيه ممكن تسووها بالبيت. باعوا شوفوا المنظر، بس بعد كميه الكاكاو اللي راح يطلع من عندها. شوفوا يعني كيكه خرافيه، لازم تجربوها، والف الف عافيه. هسه بعد ما قلبناها نجيب الصوص اللي احنا سويناه ونبدي من الوسط نديره، بعدها داير ما دايرها نغرقها بالصوص، نغرقها. شوفوا شلون هذا شكل، شوفوا شلون صارت عندنا الا خرافيه. يابا حتى نسوي الصوص اول شي نجيب الخلاط مالتنا، بعدها شوكولاته دارك ننزلها، نص كوب مي، نص كوب زيت، نص كوب شكر، نص كوب كاكاو، واخر شي مبيض مال قهوه نص كوب. يابا اخر شي نسيته علبه مال جيمر. وهسه نخلطه ونرجع لكم. شوف قوامه شلون صار عندنا، هو هذا المطلوب. يابا هسه نجيب كاسه ونفرغ الصوص، بعدها نخليه اقل شي ساعه بالثلاجه ونرجع لكم. شوفوا قوامه. يابا هسه نرجع بنفس الخلاط، يعني ما يحتاج تغسلوه على وضعيته. اول شي نضيف 3 كوب حليب، يعني مو ربع، اكثر من الربع، وزيت 3 كوب نضيفه، كوب كامل شكر، نص كوب كاكاو، نحتاج 5 بيضات. بعد ما ضفنا 5 بيضات نحتاج كوب كامل طحين نضيفه، واخر شي ايش نحتاج؟ تشيز فانيلا وتشيز بيكنج باودر. هسه نشغل الخلاط ونرجع لكم. يا بس نجي على اخر خطوه، نحتاج قالب مال كيك وندهنه زيت وبعدين طحين داير ما دايره. شوفوا هسه عاد نجيب الخليط مالتنا وننزله بهذا الشكل. يابا هاي الطريقه كلش ناجحه وسهله، لازم تجربوها. يابا هسه بعد ما جهز عندنا بهذا الشكل نشغل الفرن، بس على الجوه، فقط الجوه، على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا 40-45 دقيقة. أهم شيء الفرن نشغلوه قبل الشوي ب10 دقائق ربع ساعة يا أحمد، حتى نتأكد نجيب سكينة نسوي هاي الحركة. هاي عجين ماكو، يعني استوت عندنا. يابا وهذا صار شكلها النهائي. هسه نجيب ماعون ونقلبه. شوف شلون صارت عندنا. هسه بعد ما قلبناها نجيب الصوص اللي احنا سويناه ونبدي من الوسط نديره. شوف شلون صارت عندنا الا خرافيه.